اشتد عليك الكرب قل يا الله، وإذا اشتد عليك المرض قل يا الله، وإذا اشتدت عليك المشاكل فقل يا الله، وإذا اشتدت عليك فتن الحياة وإغراءاتها فقل يا الله، يكن الله سبحانه وتعالى معك دوما. وإياك أن تيأس أو أن تقنط من رحمة الله. نتحدث هذا الكلام بداية جديدة في عام هجري جديد، بأمل جديد، بحياة جديدة، أملا في الله وأملا في أن يكون القادم أفضل وأحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. وليكن عندنا تفاؤل بالله وفي الله، ولتعش في هذه الحياة بألا يكسرك أحد أو يكسر ظهرك شيء في هذه الحياة أبدا، طالما أن لك الله الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وفوق كل شيء. نريد أن نركز هذا في أذهاننا وفي أذهان شبابنا، لأنه مما يحزن له الإنسان ويندى له الجبين ويتألم له القلب حينما ترى على مدار أسبوع واحد أكثر من 5 حالات انتحار في محافظة الغربية بس لوحدها، بسبب هذه الحبة الملعونة اللي هي حبة الغلة. بسبب إيه؟ قد يكون انتحار بسبب شيء عاطفي، أو بسبب شيء اجتماعي، أو أزمة نفسية، أو أزمة اقتصادية، أو أي أزمة تصيب الإنسان. يا أخي، أسس أبنائك وأسس نفسك على أن خسارة أي شيء في الحياة ليست خسارة. الخسارة الحقيقية أن أنت تخسر ربنا، الخسارة الحقيقية أن أنت تخسر دينك، الخسارة الحقيقية أن أنت تموت نفسك، ديت الخسارة الحقيقية. إنما إن تصبك مصيبة نفسية أو مصيبة اجتماعية أو مصيبة مالية أو اقتصادية أو مصيبة عاطفية أو إنسان يتنمر عليك أو بيحاول يأذيك، تستسهل إن أقرب حاجة إليك إن أنت تموت نفسك، تدور على حباية زي حباية الغلة وتاخدها. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من الرجال الذين رباهم سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ كانوا رجالا كالجبال، وكلما هبت رياح الظلم يوما لا يهيب، فلهم عزائم لا تلين وإنما تشتد عزما إن أتاها المستحيل. فين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربط حجر على بطنه يوم الخندق؟ فين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي ويرموا عليه أمعاء جمل ميت منتن؟ فين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجبروه على انه يخرج من بيته ويخرج من قريته ويخرج من بلدته، ويقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويودع صلى الله عليه وسلم بلده؟ فين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف وهو رايح لهم بيقول لهم أنا جاي لكم أستنصر بيكم من قريش وادعوكم إلى الله؟ يقولوا له لا مش هنقبل دعوتك. يقول لهم طب سيبونا أطلع من بينكم سليم، أو ما تقولوش لقريش إن أنا جيت لكم عشان ما يشمتوش زيادة ويؤذوني زيادة أنا وأصحابي. يقولوا له لا، ده قبل ما توصل لهم هناك هنكون باعت لهم رسول يقول لهم إن محمد جالنا وإحنا ردناه ورجعناه. يقول لهم طب إذا كان ده وده ما انتوش راضيين، طب سيبوني أطلع من بينكم سليم. قالوا له ولا دي حتى يا محمد. شفت الحقد والغل في سيدنا النبي زي واه؟ اللي بيعملوه في سيدنا النبي زي واه؟ شفت اللي بيعملوه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غل وحقد؟ وبعدين يعملوا ايه؟ يخلوا السفهاء والمجانين والصبيان بتاعتهم يجيبوا لهم حجاره كده، كل واحد يشيل في كيسه كده او في جراب حجاره، وسيدنا النبي يمشي يجري ويقوموا بالحجاره ويحدفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقوم رجلين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل دم، ودم سيدنا النبي يختلط بالحجارة اللي على الأرض، ويختلط دم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرمال، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويجري صلى الله عليه وسلم منه حتى يختبئ في بستان. دي اللي كان بيحصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحصل للصحابة أكتر من كده، يحصل للصحابة واللي جرب مشي في الصحراء يعرف الرمال لما الشمس بتحمى عليها بيبقى شكلها ايه. يقلعوهم زي ما امهم ولدتهم، وبعدين يلقوهم على الرمال ويحطوا عليهم احجار كمان. وكلكم عارفين القصة الشهيرة بتاع بلال لما كان يقول احد 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 احد. كل هذا وغيره كان يحدث للصحابة وكان يحدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صرفهم ذلك عن دينهم من شيء. وما سمعناش ان حد منهم انتحر، ما سمعناش ان حد منهم اذى نفسه، ما سمعناش ان حد منهم قتل نفسه ابدا. امال احنا اتغيرنا ليه؟ وايه اللي كان عندهم وما عادش عندنا دلوقتي؟ اللي كان عندهم وما عادش عند كتير مننا دلوقتي الأمل والثقة في موعود الله سبحانه وتعالى. يقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: ليتمن الله هذا الأمر ولينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فخلي عندك ثقة ويقين وأمل في ربنا سبحانه وتعالى. اوعى شيء يكسرك في الحياة، اوعى شيء يهزمك في الحياة، اوعى تستسلم لحاجة في الحياة. كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاوم وعافر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله.